السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله بشرح مبسط جدا جدا السموكي، ومفيش اسهل منه. وطبعا بالجليتر، في من غير جليتر وفي بالجليتر. طبعا مع بعض واحدة واحدة، وان شاء الله ان شاء الله من الالف للياء زي ما قلنا. وكنا اول فيديو قلنا من اول السطر، وده تاني سطر خلاص. حبايب قلبي، ما تنسوش اللايك، بالله عليكم ما تنسوا اللايك، لان هو ده اللي بيخلي الفيديو انه يشاف. بالله عليكم بالله عليكم ما تنسوا اللايك، فضلا ليس امرا، لان انا عارفه ان انتوا بتحبوني وانا بحبكم في الله. والله بحبكم في الله. وما تنسوا اللايك. هو دوسة صباع مش هتفرق معاكم، لكن هتفرق معايا انا. والله بجتهد على نفسي، وما بحبش ان انا اقول لحد اعمل لي او دعمني او ده او ده. فان شاء الله ان شاء الله ربنا كبير قادر يوفقنا جميعا. وانني فاتحه مصدر رزق زي ما انتم عارفين، فان شاء الله ان شاء الله ربنا هو خير موفق. وربنا قادر يوفقني انا وكل مجتهد يا رب. طبعا بشتغل على نفسي زي ما انتم شايفين. ويا ريت تكون فيديوهاتي عجباكم، ويا ريت اللي ما اشتركش في القناه يشترك، واللي ما فعلش زر الجرس يفعله، واللايكات اللايكات يا حبايب قلبي، ربنا يديمكم في حياتي. نعم. طبعا ده كان جل، او عندنا هنا الصابونة اللي هي الجليسرين. بنجيب فرشة المسكرة، اي فرشة مسكرة عندنا، ومن صابونة الجليسرين او اللي هي الشفافة، المسكرة الشفافة، او جل صبار، ايا كان بنسرح بيه الحاجب ونرفعه لفوق وبعدين نرسمه. وانا الفيديو اللي فات احنا اتعلمنا مع بعض ازاي رسم الحاجب، فانا كنت هنا ما اتكلمتش كتير على رسم الحاجب، لان اللي ما شافش الفيديو اللي فات طبعا مش هيعرف يعني ايه الخطوات اللي انا بتكلم عليها. وده كان كونسيلر بي بي. عملت بيه ان انا بنضف بيه الحاجب، لان انا مش مؤسسة البشرة. انا مؤسستش البشرة، انا بعمل لوك معين في العين فقط لا غير. الخطوات في العين تمام. فانا عملت الكونسيلر، بطنت بيه العين، وفي نفس الوقت انت بتصلحي بيه اي اخطاء في الحاجب. يعني سوى رد منك مش مظبوط، الخطوة دي بتخليه بريفكت او بتصلحه. بصراحة ربنا بتخلي الشكل العام بريفكت زي ما انتوا شايفينه كده. الحاجب شكله من بعيد جميل جدا جدا. وطبعا انا هشتغل اللوك على عين واحدة بس. طبعا فيما بعد هنشتغل اللوك كامل على البشرة كلها، بس دي خطوات مبدئية تعليمية. خلاص، ان انا بشرح لك ان الحكاية سهلة ومبسطة، ازاي تتعلمي خطوة خطوة ان انت تعملي دمج الالوان، ازاي تحطي الاي شادو ازاي. فيمكن انا النهاردة بدأت، يمكن احنا بنقول تاني سطر، وبدأت بلوك مش صعب، لكن السمار الفحمي او الحاجات دي بتبهدل العين، والشغل فيها لازم يكون بحرفنة، لكن هي مش صعبة. فانا حبيت ابدأ بالصعب اللي انتوا بتقولوا عليه صعب، ومفيش اسهل منه. خلاص، معاكم واحدة واحدة وهنشوف. انا دلوقتي بطنت العين بالكونسيلر وجبت البودرة. لا لسه انا ما زلت برضك بدمج بالبيوتي بلندر كده، بدمج الكونسيلر علشان لا يكون مخطط ولا اي حاجة. تدمجيه كويس، وبعد من كده بالبودر، اللوز بودر ايا كان، اللي هو البنانة او هدى بيوتي، اللي هي يعني انا بادئه بحاجات بسيطة في التعليم خلاص. لكن طبعا مستوى العرايس او مستوى اللي هو كده بيحتاج حاجات بتكون اوريجينال شوية. معايا متفقين في كده؟ ده علام. فلو اي حاجة قدامكم مش ماركة، انا بعلمكم عليها، ان انتوا بابسط حاجة عندك ممكن تقلدي اللوك او تعمليه، وبطريقة سهلة جدا. طبعا ده كان بستخدم جل اسود، او لو عندك قلم كحل اسود، او لو عندك اي مادة كريمية سودة بتستغليها وتعملي بيها. ما بتطلعيش لفوق، يدوبك على الجفن المتحرك، الجفن المتحرك، ما تطلعيش بالاسود ده لفوق، والا هيبقى شكله صعب جدا جدا. ليه؟ لان احنا بالفرشة هنبدأ نفرد اللون ده بطريقة برضك مبسطة. معايا هو اسود، لكن مش عارفة انا كاميرتي مبيناه ازرق او مبيناه لون غريب، لكن والله هو اسود. انا الكاميرا بتاعتي عادية، معلش سامحوني بقى. حتى انتوا هيبان لكم في صورة ان هو اسود، مش اللون اللي هو قدامكم ده. انا مش عارفة عيب الوان في الكاميرا
او تليفون دوت يعني يلا هنقول الحمد لله الحمد لله. احسن من مفيش. وربنا يوفقنا ونجيب الاحدث ونجيب الاحسن. بس هو الحمد لله برضو غنيني والحمد لله مش وحش. خلاص احنا دلوقتي باخد بفرشة كانت فاضية من اي لون وبفرش اللون شوية بدمجه وما تطلعيش بوه على العالي قوي، يعني بدمجه هوت في مكانه بس يدوبك في الجفن المتحرك. خلاص باجي باخد لون اللي هو يعتبر البني الفاتح او اللي هو عاطي بالاورانج شوية كده، وباخد اللون وافرده لفوق حاجة بسيطة. وانتوا هتشوفوا دلوقتي انا معاكم خطوة خطوة. يعني انا عملت البيز بتاع السموكي اللي هو معاكي متاح ان انت تعملي اهو. شايفين اللون اللي اتحط ده لون يعتبر في الاورانج شوية كده او البني المحمر الفاتح، يعني في الالوان البنيات الفاتحة مش الغامقة. وبدأت اموه بيه او افرد بيه اللون كده بطريقة سهلة ومبسطة. عندك مسكة الفرشة تبقى من تحت وبطريقة سهلة كده، وعن طريق الدمج اللي هو دواير تمشي بقى، دواير دواير رايحة دواير راجعة دواير رايحة دواير راجعة. تمام. علشان دي كنت انا بحط اللون الاوف وايت او اللي هو الجليتر اللي هو تحت العين عشان مفيش اي لون يبدأ يلطش في الحتة دي وما يبقى صعب ان انا ازيله. اهو زي ما انتوا شايفين ان انا نورت تحت العين علشان اللون اللي انا بحطه ده لو طلع او حاجة ما يلطش فوق. تمام. في نفس الوقت طريقة الدمج تبقى سهلة معايا، وفي نفس الوقت المساحة اللي انا شغالة فيها ما طلعش لفوق قوي. خلاص ان انا نورت تحت الحاجب. اه زي ما انتوا شايفين باخد من اللون برضو وببدأ افرد بيه اللون الاسود، وباين على الكاميرا انه ازرق او تركواز، والله ما انا عارفة هو باين ايه. بس صدقوني بالله بالله وحياة الغاليين عندي كان اسود. وهو اسود، مش قولت ان هو اللون ده ان هو قلب باللون ده، لا هو ما قلبش باللون ده، بس الكاميرا معرفش هي جايبه لي ازرق او جايبه اللون ده. وده هاكده لكم في الصور بتاعه اللوك او اللي هتظهر دلوقتي وانا شغاله برضه. عموما مش موضوعنا. اهو ببدأ احط الجليتر فيه. ممكن تعملي اللوك ده من غير ما تحط جليتر وممكن بالجليتر دي بقى، ده حاجة ترجع ليكي لو رايحة فرح او حاجة يبقى بكله بببرق بببرق كده، فاهمين؟ بببرق يا عم كتر من اللي بببرق ده. فزي ما انتوا شايفين خدت اللون البني اهو، وبرضك بعمل دمج كده لان المفروض عملية الدمج الصحيحة او اللون ان انتي ما يبقاش خطوط، ما يبقاش خطوط، يبقى مموه كده، ما يبقاش ان هو باين ان انتي حاطة لون ولون ولون كده خطوط خطوط، لا مموه. فاهمين قصدي؟ اه زي ما انتوا شايفين اللون كان البني اللي هو الفاتح شوية اللي هو متوزع من فوق اللون الاسود، ومع ذلك برضك قدامي مش اسود، عاطي تركواز او لبني او سماوي، والله ما انا عارفة. بس ربنا يحللنا ويحللكوا الدنيا. هو بدل ما كان اسود قلب بالالوان الجميلة ديت، مش مشكلة. في نفس الوقت كنت انا يعني بصباعي بحط برضك اللي هو اللون الجليتر اللي هو تحت الحاجب. وهنا كنت برسم الايلاينر، وده ايلاينر من اماندا. اماندا اللي هو الاحمر دوت من اماندا. بجد الايلاينر بتاعه حلو برضو مش وحش. لكن لو عندك انجلوت طبعا بقى من لاجيرل والكلام ده، طبعا هو ده انضف حاجة بالنسبة لشغل العرايس. وبالنسبة للايلاينر النظيف الاوريجينال طبعا لا يعلى على الانجلوت او النستازيا اللي هو الاصلي. تمام. وانا طبعا انا مش شغاله اللوك كامل، انا بوريكي كرسم فوق العين. اما لو الوش متبطن بالفونديشن يعني كريم الاساس واخد بقى الترطيب واخد كل امكانياته، طبعا كنت هشتغل كلوك كامل. حتى انتوا تلاحظوا ان عين واحده ان انا بعلمك عليها اهوت. كنت انا بس علشان شكل العين من تحت يبقى عاطي شكل حلو يعني، لكن انا ما زودتش كتير او ما اشتغلتش تحت العين كتير، لان كان كل شغلي فوق العين. لان انا زي ما بقول لكم سطر سطر هعلمكم سطر سطر، يعني مش هدخل من سنة اولى مثلا حضانة الكلية على طول. فاهمين قصدي؟
فان شاء الله ان شاء الله واحده واحده. وان كان عاجبكم فيديوهاتي قولوا لي في تعليقاتكم، وقولوا لي ارائكم، وقولوا لي من انه بلد بتشاهدوني، وان شاء الله ان شاء الله انفذ كل رغباتكم وكل طلباتكم. ومعاكم واحده واحده. زي ما انتم شايفين كنت انا بعمل مجمع العين برسمه بالايلاينر. طبعا انا في رسومات كتيره لمجمع العين او المقدمه ديت انها تطلع ببوزه او بسحبه او ده او ده طبعا. لكن انا هنا بقول انا شغاله فوق العين، لكن انا مش كلوك كامل، علشان في خطوات هتتعلموها بعدين. فانا مش عاوزه اسبق واعمل اللوك العين كامل كامل قدامكم، علشان برضو خطوه خطوه تتعلموا. ومع بعض مفيش صعب ومفيش مستحيل. وان شاء الله ان شاء الله انا اختكم هدى فهيم، ميك اب ارتست على قدي كده بس. والله بحب المهنه قوي قوي. وطبعا انا كنت فاتحه سنتر ومرضش ربنا ان انا استمر فيه، فطبعا لظروف ما. لكن ده حلم عمري ان اكون في سنتر حلو وفي سنتر كبير، وربنا يدينا ويديكم. وان شاء الله ان شاء الله مفيش ان بعد العسر يسر ان شاء الله. وان شاء الله احقق من بعض من اللي بتمناه. ويا رب سنة راحت بكل ما فيها من حلو او وحش، وربنا يجعل السنة الجديدة سنة سعيدة علينا وعليكم وعلى الأمة كلها بإذن الله. وربنا يحقق أماني كل واحد فينا، ويفك كرب كل مكروب، ويسعدنا ويسعدكم جميعا يا رب العالمين. وكل سنة وانتم طيبين اخواتنا الاقباط، وكل سنة وانتم طيبين، ان ربنا يجعلها سنة سعيدة علينا جميعا يا رب. وطبعا انا عملت المسكرة، وطبعا انا ما كنت بتكلم معاكم لكن ما اتكلمتش بقى، يعني لان دي خطوات هنتعلمها بعدين خلاص. يعني رسم الايلاينر لوحده انا بس كنت بنفذ لوك الاي شادو السموكي ازاي. لكن ان شاء الله ان شاء الله واحده واحده. بس هنا اللزق ما اكدبش عليكم ما كانش قوي، فكانت الرموش مطرقعه من قدام ما اكدبش عليكم. فكنت كل ما اتك عليها وتتلزق مجرد ما تبربش تطرقع من قدام. فهو مش عيب في الشغل ولا حاجه، ده اللزق مش قوي، اللزق مش كويس اللي معايا. تمام ان شاء الله ربنا يدينا واشتري كل ما يخص شنطه الميك اب الصح. وان شاء الله مع بعض واحده واحده. والبني ادم ما بيطلعش السلم مره واحده اهو زي ما انتم شايفين. وجمال اللوك والله العظيم جميل جدا جدا غير اللي انتم شايفينه الكاميرا من اهو اهو اهو. انا كدبت عليكم والله العظيم شكله جميل جدا جدا. انا مش عارفه الكاميرا ظلماه باللون البشع اللي هي جايباه الازرق ده او السماوي ده، انا مش عارفه. هو اسود اسود اهوت بس كل ما الكاميرا بتقرب له، يعني كانت جايباه من بعيد كان باين ان هو اسود، اما قربته له جابته لون تاني. فان شاء الله ان شاء الله يكون شغلي عاجبكم. وان شاء الله في تعليقاتكم قولوا لي رايكم وايه اللي انتوا عاوزينه وانا انفذه، واسيبكم في رعايه الله وحفظه وامنه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وما تنسوا بالله عليكم بالله عليكم ما تنسوا اللايك 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 هيفرق معايا. ان كان مش هيفرق معاكم دوسة الصباع ده هتفرق معايا كتير، ان الفيديو يتشاف الفيديو يتشير. لان انا فاتحه القناه ده مصدر رزق. شايفين جمال اللوك، شايفين المنظر والله العظيم. يعني الكاميرا ظلماه فعلا، ظلمت الشكل والرسمه ورسمه الحاجب ورسمه العين، ظلمتها الكاميرا. لكن املي في ربنا كبير وفيكم ان بتعليقاتكم الحلوه وان باللايك الجميل اللي هيبقى من صباعكم انه يتشاف. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.